السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. بصوا حبايبي، الصابون الاسود اللي انا كنت عاملاه معاكم المرة اللي فاتت، النهاردة الفيديو ده تحفيزي جدا 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 وتنشيطي كده، وهيخليكي تقومي تمسكي الالمونيا اللي عندك تدعكيها دعك. بصي بقى، وانت بتشتري مشتريات الشهر هاتي ربع كيلو سلك مواعين. خلاص، ربع كيلو سلك مواعين، وبعدين تعالي على السفرة كده او على اي قماشة، قصقصيه وحطيه في كيسة. قصقصيه بحيث ان انت قواريه كده، وقصقصيه بحيث ان انت تمدي ايديكي تاخدي منه، ما تبقيش كل مره محتاجه انك تقصي او تقطعيه بايديكي وايديك تتعور. خلاص، انا عايزاكي يبقى عندك اكتفاء ذاتي في بيتك، بحيث ان انت ما تنزليش كل شويه تجيبي حاجه. خلاص، ساعات زيت الصابون بيخلص مننا، ما بنبقاش عارفين نشتريه أو اما بنيجي ننزل. فالصابون الاسود اللي انا عملته معاكم ده هيوفر عليكم حاجات كتير جدا، ومش هتستخدمي السترس تاني. يعني السترس بيتعب الصدر وبيتعب الايد. الصابون ده لا غنى عنه في البيت، بيغسل المطابخ، بيغسل البوتاجازات، بيغسل ياقات القمصان، تيشرتات المدارس. افركي كده على ياقات القميص كده اهو، وبعدين حطيه دوره في الغسيل مع المسحوق، هتلاقيه بيطلع لك الغسيل قشطه. خلاص، بصوا بيبوش الدهون اللي في المواعين. بصوا خلى الاستانلس عامل ازاي، خلى الاستانلس بيبرق. شايفين الاستانلس عامل ازاي؟ خلى الكوبايات، الاطباق البلاستيك. انا النهارده ما استخدمتش اي حاجه خالص فيها زيت صابون. بصوا الصينيه دي كنت عامله فيها خليه نحل ومكومها لكم بقى. انا مكومه الالمونيا دي بقى لها يجي 3 ايام تحت الحوض، عماله اكون فيها تحت الحوض بحيث ان انا اعمل لكم فيديو زي ده لامم كل الالمونيا. لان دي طبعا مش مواعين 3 ايام، المواعين اللي في الحوض دي مواعين ساعتين بس، لان المواعين اكتر حاجه في الدنيا بتتكاثر هي والغسيل بصراحه يعني. ده طبعا المواعين دي حاجات يعني انا مخليها لكم كده شويه بلاستيكات، حاجات هبله كده تافهه. فلكن الشغل الاصلي الاطباق والكوبايات اللي كل شويه بتبيض. بصي بقى، اصعب حاجه الحله البريستو دي. والله يا جماعه انا ما ببذلش مجهود، اللي ايديها بتترعش بقى، واللي حاسه ان ايديها تعباها تقوم تنشط ايديها في حبه الالمونيا. بصوا يعني عايزه اقول لكم ان الصابون ده تحفه. والله انتوا هتجربوه وتدعوا له. ومن كيلو زيت اكل واحد بس، من كيلو زيت اكل هتملي بيتك خير، وهيبقى عندك خير، وهتشحتي صابون كمان منه، وهيبقى عندك الخير كله في بيتك. بصي الحله البريستو بقت تضوي كده وتلمع من النظافه. شايفه الجمال؟ انا النهارده قلت طبعا انا قايله لكم ما تناميش بعد ما تودي عيالك المدرسه. جدتي الله يرحمها كانت تقول ايه، شغلانه البدريه منسيه. اشتغلي واعملي بيتك ونظفي بيتك، هتبص تلاقي نفسك خلصتي شغلك بدري وخلصتي حاجتك بدري، وهتبقي قاعده كده لو دخل عليك ضيف تبقي قاعده رايقه وهاديه. وبمجرد ما عيالك يجوا من المدرسه حبه الغدا اللي هتعمليهم وهتلاقي اليوم طويل. لكن لو نمتي بعد ما عيالك يمشوا من المدرسه ورجعتي صحيتي تاني، اساسا النوم بالنهار يا جماعه بيكسر العظم، اسألوني انا، وبيبوظ المناعة. النوم بالنهار وحش. على الساعة 10 بالليل زي ما قلتلك، يلا على سريرك على الساعة 10 بالليل، هتبص تلاقي النهار معاكي طويل، وانت هتنامي براحتك، والامراض مش هتجيلك، والمناعة بتاعتك هتشتغل، وعظمك مش هيوجعك. اسمعوا انا كلامي، لان انا المناعة دي وقعت عندي، وكنت بعمل عادات سيئة، فانصحكم ما تعملوهاش. بصوا الحوض مليان مية وفي دهون، الدهون الصفرة اللي على المواعين الصابون بيبوشها. انا كنت برضو غسلت معاكم، مخليه البتاع دوت المطبخ في عليه شويه رطوش كده، عشان انا وانتوا نغسله مع بعض، واوريكم قد ايه الصابون ده تحفه، قد ايه الصابون ده مبهر يا جماعه، انتوا هتنبهروا منه. ونصيحه تانية، لو انتي عايزه تغسلي بوتاجازك وعايزاه يبقى نظيف، وانتي بتحطي صينيه بطاطس سخنيه، وانتي بتعملي كيكه اغسلي البوتاجاز، والبوتاجاز سخن، هيخليكي الحاجه الدهون هتقع منك بسرعه. حبه صابون زي دول حطيهم على البوتاجاز وسيبيهم 10 دقايق، وارجعي له تاني، افركي بقى في البوتاجاز بيلمع، هتلاقيه بيلمع كده بيضوي. الصابون ده يا جماعه مبهر لكل حاجه. اسمعي نصايحي اللي بقولك عليها، وانتي بمشيئة الرحمن هتبقي زي القشطة. بص الدهون
بيمتزج مع الدهون بيخليها مش موجودة. حبة انا مش حاطة اي حاجة في السلطانية دي، حاطة مية ومبوشة صابونة. وعايزة اقول لكم موفر جدا، يعني الكمية اللي انا غسلتها دي كلها من صابونة واحدة مربع، ولسه باقي. الباقي حطيته برضه في البولة دي برضه، بحيث ان انا ارجع له تاني. بصوا جميل للرخام، بينظف الرخام، بينظف المطابخ، كل حاجة يا جماعة. الصابون ده والله العظيم ده الصابون ده اختراع، عايزاكي تجربيه وتقولي لي. بصوا بيخلي الصيني عامل ازاي، ولا بصوا رغوته، بصوا الرغوة بتاعته. ونصيحة لما تيجي تستخدميه، استخدميه بعد ما ينشف، ما تستخدميهوش وهو طري، لانه وهو طري هيحرق لك ايديكي، بتبقى لسه عملية التصبين ما اشتغلتش. بصوا بقى برطمان الطحينه ده، والله يا جماعه انا كان كل برطمان طحينه بيحصل له كده كنت برميه. ما كنتش بحب اغسل برطمانات الطحينه، وشويه واحط فيه ميه سخنه، وشويه مش عارفه ايه. بصوا جلا برطمان الطحينه. بصوا شايفين المنظر، كنت بمسك برطمان الطحينه ده افضل مخليه قدامي كده على الرخامه، احط فيه ميه سخنه واحط فيه مش عارفه ايه وزيت صابون وبتاع. عفوا ما كانش بصوا بمجرد ما مشيت فيه الليفه، خلى بصوا برطمان الطحينه عامل ازاي، خلى برطمان الطحينه يضوي. شايفين منور شمعه. برطمان الطحينه اللي كنا بنرميه، ما كناش من الزهقان ما كناش بنستخدمه نرميه. بصوا الكوبايات بيعمل ايه في الكوبايات الازاز، بيخلي الكوبايات الازاز شمعه منوره. اهم حاجه الفوطه اللي انت بتحطيها على الرخامه دي عشان دعيك الالمونيا، عشان الرخامه ما تبص، وعشان الحلل كمان ما تبص، والصوت المزعج اللي بيتعملوا الالمونيا مع الرخام. بصوا خلى الازاز عامل ازاي، شايفين خلى الكوبايات عامله ازاي، خلاها شمعه منوره. شايفين الحوض ما فيهوش حاجه غير شويه البلاستيكات دول. دي مواعين ساعه تقريبا، مواعين ساعه. العلبه بتاعت البراونيز كنت بحط فيها براونيز في الفريزر. ودي علبه البيض خلص رحت شايلاها غسلاها. مش حاجه يعني، مش مواعين يعني، المواعين اللي هي لا. قبل ما تنامي ما تخليش حاجه في الحوض عشان الصراصير. قبل ما تنامي تنضفي مطبخك، خلاص دي نصيحه مني ليكي. ولا هتلاقي صراصير ولا نمل ولا الصراصير الصغيره اللي هي الوباء دي. اهم حاجه على الساعه 9 كده خشي مطبخك، نضفيه، اغسليه، ظبطيه. انا قبل ما انام كانت المواعين مرصوصه كلها كده، والصبح بقى اروح ايه رصها في مكانها، يعني غسلتها وحطيتها على الرخامه والصبح ارصها في مكانها. لكن ما بسيبش المواعين في الحوض عشان الصراصير والدهون، الصراصير والنمل يعني. انتوا اساسا يعني بصوا، يعني الصابون ده هيبهركوا يا جماعه، الصابون ده هيبهركوا، هيخليكوا يعني تقولوا ايه لا غنى عنه، لا غنى عنه. لو التلاجة بتاعتك فيها بقع زيت، مشي الصابونه، بل الصابونه ومشيها عليها وسيبيها دقيقه، افركيها كده، هتبص تلاقي الزيوت بتطلع. السيراميك، هاتي الصابونه، هاتي فوطه مبلوله ورغيها بالصابونه ومشيها على البتاع دقيقه واحده بس، وتعالي دعكيها، افركيها بالسلكه، افركيها بالسبونشه، هتبص تلاقيها. والله راحت يا جماعه. ادعولي لو وصلتي لهنا لحد الفيديو هنا، عايزاكي تحطي له كومنت وتعملي اشتراك وتدوسي على زرار الكل عشان يوصلك كل جديد. عشان انا بتعب والله في الفيديوهات دي يا جماعه، الفيديوهات دي بتتعبني جدا. خلي بالكم، والكاميرا مش مساعداني والاضاءه مش مساعداني، بس اديني بجتهد لحد ما ربنا يرزق ويبعت لنا الرزق ونجيب تليفون حلو كده. عشان ايه؟ عشان التليفون ده زهقني، ولا مساحه ولا اضاءه، ولله الحمد. عشان امنتج فيديو بصوا طلع روحي بجد يعني. بصوا بقى هنغسل بقيه الحاجه دي كلها كده عشان ايه؟ عشان نطلع بقيه الالمونيا. ده انا مكومه لكم الالمونيا تحت الحوض، يعني مش الومنيا يوم، ده الومنيا 3 ايام، مظبطه لكم الدنيا. عايزاكي بقى ان شاء الله بمشيئه الرحمن لما العيال يناموا ما تناموش، قومي بقى نضفي شقتك، هتحسي تلاقي ان اليوم طويل معاكي، وهتحسي ان اليوم فيه بركه. خلاص. وكمان انا عندي اوردرين او 3 اوردرات على المكنه بمشيئه الرحمن، هصورهم معاكم، وهنصور ان شاء الله طريقه عمل البانكيك والبراونيز عشان في ناس طلبوهم مني، علشان ما تجيبوش لعيالكم حاجات حلوه من بره.
ما تجيبوش لعيالكم حاجات حلوه من بره. الحاجات المهدرجه والحاجات اللي بتبقى قدام المدارس دي ما بتبقاش حلوه يا جماعه. اعملوا لهم الحاجات دي في البيت، بتبقى صحيه. والميني بيتزا بعملها واحطها في علبه. شايفين العلبه المربعه اللي انا بغسلها دي؟ دي كان فيها براونيز في التلاجة. عامله براونيز بالدقيق والشوكليت شيبس وحطهم في الفريزر. كل يوم وولادي نازلين اروح مديالهم كل واحد واحده في اللانش بوكس. وما تشتروش بقى ولا بسكوت ولا حاجات من دي قدام المدارس ولا الكلام ده كله. ما تشتروش الكلام ده كله. حاجات بتبقى مغذيه ومفيده. واحده بانكيك كده، انا شاريه 3 علب كده صغيرين من عند واحده اللي هي جبت من عندها الصواني. حلوه قوي، بحط فيها الفاكهه، بحط فيها الحاجه للاطفال. بتبقى عمليه وجميله ومحكمه الغلق كمان، عشان لو الطفل هيقع منه حاجه. بصوا بقى ضغط الحله البريستو اللي كان بيقرقوا كلكم، اللي كان بيزهقكم. بصوا يعني انا عن نفسي انا بزهق منه، بس مع الصابون الاسود ده بدون اي بذل مجهود، بدون اي بذل. بس خلي بالك بعد كل استخدام اغسلي حلتك. بعد كل استخدام اغسلي حلتك، فكيها. بصوا انا فك الدراع بتاعها ده، عشان بتبقى فيه ترسبات تحت الدراع. مكان شوربه بقى، مكان اي حاجه انت بتسلقيها. بص الاماكن دي كلها لازم تغسليها في الحله البريستو، سواء عندك بقى حله بريستو ستانلس او المونيا زي حالاتي كده. انا كنت جايبه الحله الستانلس دي من شركه عبور سينا. عبور سينا دي عندها حاجات ممتازه. جبت منها طقم اركوبال، وجبت منها الحله الستانلس دي، الحله الالمونيا دي. وجبت الطبق اتكسر وانا بحطه وقع مني، قدر الله ما شاء فعل. جبت منها برضو من الشركه دي، برضو شركه محترمه. وجبت منها برضو طاسات تيفال، كانت حلوه قوي. بصوا بيخلي الالمونيا، شايفين الجمال؟ انتوا تحسوني ان انا مش بدعك، تحسوني ان انا كنت شفت ساعات على الفيسبوك ناس بيقولوا الالمونيا بتضوي ازاي، ما حدش بيرد عليهم. المونيتكم بتلمع ازاي، ما حدش بيرد عليهم. الالمونيا بتلمع من الصابون ده يا جماعه. الصابون ده تحفه، ملوش حل. والناس اللي بتشتكي من سواد الايد، بيقولوا ايدينا سودة وضوافرنا سودة. حبيبتي ضوافرك سودة بسبب الصابون الرديء اللي انت بتستخدميه. زيت الصابون اللي هو بيتباع ب3 جنيه وب5 جنيه ده، الصابون ده رديء جدا، هو اللي بيبوظ الايد وبيسودها كده. هاتي نوع صابون نظيف، هاتي وفير، هاتي اوكسي، هاتي فيبا. وما تقوليش هتوفري، لان اللي انت هتوفريه في ايديك وفي الكريمات. مفيش توفير. خلاص اسمعي كلامي. الصابون اللي بيتباع رخيص ده هو ده اللي بيسود الايد وبيبوظها. خلي بالك عشان تبقي مركزه. والصابون اللي احنا عاملينه ده والله يا جماعه بيض لي ايدي، مش سودها، بيض لي ايدي وخلاها نظيفه. وبعدين اتعودي بعد كل غسيل مواعين هاتي حته كريم ودعكي ايديكي. اتعودي كده وانت نايمه، حطي انبوبه الكريم جنب منك، بحيث ان انت تحطي حته كريم على ايديك عشان يرطب لك ايديك. لازم تهتمي بنفسك وتهتمي بصحتك. شفتوا بقى شويه الالمونيا اللي احنا غسلناهم؟ بصوا بقى بيخلي الكوبايات تنور كده. وطبعا انت ساعات ما بيبقاش عندك صابون زيت صابون. بص اللانش بوكس بتاعت ابني اهي. بص خلى اللانش بوكس بتلمع. كل يوم لازم تغسلي اللانش بوكس، اوعي تسيبيها يوم ويوم. كل يوم لازم تغسليها عشان الفطريات والميكروبات. اهي بصي بتزيق، والله يا جماعه بتزيق. اغسليها وتسيبيها تنشف عشان لما ابنك يجي يحط فيها الاكل ما تبقاش رطبه. يعني انا عندي 2 لانش بوكس، بديله دي وبديله واحده بديل تاني عبال ما اغسل دي. هو يكون مبدل في التانية، لان هو كده احنا كنا ساعه المدرسه كده. بصوا بقى الفوطه اللي احنا غاسلين عليها، مسكتها بالصابونه مرشتها مرشه محترمه. شايفين اهي بقت زي القشطه. بصوا ما تقوليش ان هي اسودت ولا حاجه، لا الصابون ده صابون هلامي. والله يا جماعه انتوا ذات نفسكم لما تيجوا تستخدموه هتدعوا لي. عايزه دعوه حلوه منكم واشتراك في القناه، وتقولوا لي ايه رايكم في الفيديوهات اللي انا بعملها. عايزين نعمل فيديوهات تانية زيها ولا لا؟ حابين ان انتوا تشوفوني ولا لا عشان ابقى عارفه. بصوا دي كميه الالمونيا اللي غسلناها النهارده. ربنا يديكم كلكم الصحه ويقوي كل ست بيت على عيالها، ويا رب ما تشوفوش مرض ابدا في اجسامكم يا رب، ويصلح حالنا واحوالكم اللهم امين يا رب العالمين. بصوا خلى الالمونيا عامله ازاي، شايفين؟
يلا اشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم ورحمة الله.